إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. الرحيم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مكرونه في الفرن بخلطه حلوه جدا، وهنعمل جنبها كبده. المكونات معايا كبده، ومعايا راس ثوم مفرومه، معايا صلصه المكرونه عاملاها ازاي، عباره عن 3 طماطمات متقطعين ومعلقتين كبار من الصلصه ونص معلقه من الشطه اللي كنا عملناها مع بعض. معايا مكرونه مسلوقه، معايا هنا على النار ثوم وبصل بيتحمروا كده على النار. انا بس عايزه اشوحهم يتبلوا وياخدوا الكرمله بتاعتهم، وبعدين هطفي عليهم احطهم على الصلصه. ومعايا كمان جبنه موتزاريلا وجبنه رومي مبشوره. دلوقتي انا حطيت معلقه وربع من الملح، معلقه صغيره وربع من الملح مش مليانه قوي، ونص معلقه من الفلفل، ومعلقه كبيره من الخل. وادي هنا عندي البصله والتومه اتحمروا معايا، مش عايزه اكتر من كده. انا قلبت الصلصه يا جماعه مع البصله والتومه اللي محمرينها مع بعض. دلوقتي هضيفها على المكرونه. قلبت انا يا جماعه الصلصه مع المكرونه، ومجهزه هنا انا صينيه كبيره غير قابله للصق، وتكون يا جماعه الحواف بتاعتها رفيعه زي دي كده، وهنزل عليها المكرونه. طبعا دهناها بزيت زي ما حضراتكم شايفين. دي يا جماعه منظر الصينيه بعد ما حطيت عليها الجبن. حطيت عليها شويه صغيرين من جبنه الموتزاريلا، وحطيت عليها كمان شفتوها من الجبنه الرومي المبشوره. ودلوقتي بقى هدخلها الفرن لمده ربع ساعه علشان انا عايزه الصلصه تدخل جوه المسام بتاعه المكرونه. وممكن تحطيها تحت الشوايه لو بتحبي الجبن متحمره، او تسيبيها بس الجبنه سايحه لو ما بتحبيش الجبنه متحمره. طبعا هوريكم منظرها النهائي بعد ما تخرج من الفرن. ودلوقتي هندخل على الوصفه الثانيه اللي هي وصفه الكبده الاسكندراني. معايا اول حاجه معايا طبعا الطاسه انا اللي كان فيها الصلصه، بصراحه مش هغسلها وهستخدمها على طول، بس طبعا انتوا فاهمين الكبده الاسكندراني ما فيهاش صلصه، بس انا كده استثناء علشان ما اقعدش اغسل بقى في طاسات. معايا مقدار من الكبده الاسكندراني، معايا راس ثوم مفرومه، معايا معلقه ملح ومعلقه كمون ناعم، معايا ربع كوبايه خل، ومعايا كمان الهريسه اللي كنا عملناها مع بعض اللي هي معموله بالفلفل الحامي. وممكن لو ما عندكيش الهريسه تستخدمي فلفل حراق عادي تقطعيه شرايح وتستخدميه، او لو ما بتحبيش الفلفل الحراق ممكن تستخدمي الفلفل العادي اللي هو الرومي تستخدميه في الكبده. دلوقتي انا هسخن الطاسه جدا، وبعدين هنشوف مع بعض بقيه الخطوات. الزيت سخن، هبتدي انزل بقى بالمكونات. هنزل بقى كده بالمكونات بسم الله. اول حاجه هنزل بالكبده زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هنزل بالثوم. الثوم انا حطيت عليه فلفل حامي قطعته عشان احنا بصراحه بنحب الحامي هنا. وكمان هنزل بالبهارات اللي هي الملح والكمون، وهنزل كمان ربع كوبايه من الخل اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. وهقلب كله مع بعضه، وارجع تاني ارفعها على النار على نار عاليه لمده 5 دقائق، وبعدين هخفض النار وهغطي الطاسه لمده ربع ساعه لحد تمام النضج. وهوريها لحضراتكم طبعا بعد ما تستوي. هقلب دلوقتي كل المكونات وهرفعها على النار على نار عاليه لمده 5 دقائق وربع ساعه نار منخفضه لحد كمال النضج، او تلت ساعه كمان لحد كمال النضج. وهوريها لحضراتكم بعد ما تستوي. دي يا جماعه منظرها بعد 5 دقائق. طبعا بدات تنزل الميه اللي فيها، وانا نسيت اضيف مع حضراتكم الهريسه اللي احنا عاملينها مع بعض في البيت، فضفت دلوقتي الهريسه وحوالي نص معلقه او 3/4 معلقه كبيره. هقلبها وهغطيها بقى دلوقتي وهسيبها على نار هاديه لمده حوالي تلت ساعه لنص، يعني تلت ساعه تقريبا لحد تمام النضج.
كمان يا جماعه هعمل لهم شوربه، فجبت مكرونه اللي هي زي لسان العصفور، بس هي كانت اشكال كده عامله نجوم واقمار، ونزلت عليها مرقه دجاج عشان ما عنديش شوربه، وحته سمنه من اللي احنا عملناها مع بعض. هسيب لكم طريقه السمنه الطبيعي اللي نقدر نعملها في البيت في نهايه الفيديو. ودلوقتي بقى مديها تقليبه كده، وهنزل عليها بميه عاديه من الفلتر، لو هسيبها بقى لحد ما تستوي. وعند التقديم هحط لها شويه شوفان، معلقه شوفان كده على كل طبق، بتديها طعم حلو جدا وفايده كمان عاليه جدا. ودلوقتي بقى هضيف الميه اهي، خلاص اتحمرت. بسم الله، ناخد بالنا كويس لان بتبقى سخنه جدا، البخار اللي طالع ده يبقى سخن قوي. نزل بقى مقدار الميه اللي انت عاوزاه، بتحطي الملح والفلفل بتاعك والحبهان. الحبهان حلو قوي في الشوربات يا جماعه، بيديها قيمه عاليه جدا وطعم لذيذ جدا. وبتسيبيها بقى تكمل سواها على نار، بالاول على نار عاليه لحد ما تغلي لمده 15 دقائق كده، بتسيبيها تخفضي النار لحد تمام النضج. وادي الكبده اهي على النار لسه بقى لها حوالي 10 دقائق. دلوقتي برده هغطي عليها وهسيبها. والمكرونه في الفرن هوريكم طبعا الشكل النهائي لكل واحده فيها بعد ما تخلص باذن الله. وادي يا جماعه الخير الاصناف اللي عملناها مع بعض. ادي المكرونه شكلها طبعا يشاهي جدا وتحفه جدا. زي ما قلت لكم قعدت ربع ساعه في الفرن من تحت، و تحت الشوايه كده 4-5 دقايق لحد ما الجبنه ساحت واتحمرت. وادي الكبده. على فكره انا رفعت الغطا في اخر 5 دقايق، رفعت الغطا من على الكبده وعليت النار عشان الميه كانت زياده جدا، فقلت عشان اسيبها علشان تنشف الميه اللي فيها. وطبعا هي لسه فيها شويه صوص برده ما تنشفش خالص منكم يا جماعه. وعملت طبق سلطه وتبلته بالملح والفلفل والخل والزيت، والشوربه بتاعتي على النار بتغلي بقى بالراحه وبهدوء لحد ما تمام السوا. وهقدم معاها معلقه شوفان في طبق السلطه، في طبق الشوربه قبل ما اغرفها عشان ارفع قيمتها الغذائيه. يا رب تكون الوصفات اللي قدمناها لحضراتكم النهارده حلوه وافادتكم وتجديد وتغيير. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم جدا والسلام. ونقول مع بعض كفاره المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.